بالنسبة لي أبغى أجاوب عن أخي بالنسبة لمشاركة مصر في التحالف لإعادة الشرعية في اليمن. كما ذكرت، مصر جزء أساسي في هذا التحالف. مصر كانت من أول الدول اللي شاركت هذا التحالف بدون أي تحفظ. دعمته عسكريا، دعمته سياسيا، دعمته معنويا، وهذا محل تقدير كبير بالنسبة لنا وجميع أعضاء التحالف. هذه الالتزام من قبل مصر وهذا الدعم من قبل مصر لا زال مستمر، ولا لاحظنا في أي وقت ما أن هناك في أي تغير في هذا الموقف القوي. هذه بالنسبة للموضوع اليمن. بالنسبة لموضوع الإرهاب، التعاون بين المملكة العربية السعودية ومصر في مكافحة التطرف والإرهاب تعاون قوي ومستمر وقائم، يتم عبر القنوات الأمنية. كلنا نواجه خطر الإرهاب، يعني الأشقاء في مصر عانوا كثير من الإرهاب، ونقرأ عنهم بشكل مستمر في الإعلام، ونعزي ضحايا مصر وشعب مصر على الخسائر اللي نتجت عن ذلك. والمملكة العربية السعودية أيضا تعاني أو عانت من الإرهاب، ومصر دائما وقفت جنبا لجنب مع المملكة في هذا الأمر. ونحن بشكل عام يعني ندين الإرهاب أينما كان وأينما كان سببه. وهنا أود أيضا أن أستنكر بشدة العملية الإرهابية التي حدثت في تركيا منذ بضعة أيام، وأقدم التعازي لأسر الضحايا وللشعب التركي، وأؤكد وقوف المملكة جنبا بجنب مع الحكومات الصديقة التي تواجه الإرهاب. فآسف طولت عليك الإجابة، ولكن بالنسبة لموضوع التحالف، مصر موقفها أساسي وقوي منذ بداية العمليات، ومن أول الدول اللي شاركت في التحالف، وما في أي تغيير في هذا الموقف. وتشكر وتقدر ونقدر ذلك. بالنسبة لموضوع التعاون في مواجهة الإرهاب، قوي جدا ومستمر لخدمة لأمن وسلامة الشعبين البلدين الشقيقين.